السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد نهاية الزيارة إلى دولة تنزانيا انتقلت إلى حدودها الغربية بحدودها مع بوروندي، فأردت الدخول إلى العاصمة بوجومبورا بعد أن مررت بقرية بوغوراما. في بوغوراما رأيت ملاجئا للهاربين من الحروب في رواندا وبوروندي، فوجدت لدى التنزانيين صورة سلبية مخيفة عن بوروندي لأنهم يحملون أحداث التسعينيات في أذهانهم، فكانوا يحذرونني من الدخول، ولكن قررت أن أخوض مغامرة إفريقية وأدخل إلى العاصمة بوجومبورا. انتقلت إلى مدينة جارة التنزانية على بعد 2 كيلومتر فقط للدخول إلى بوروندي. دخلنا بوروندي فوجدت تغيرات واضحة في الملامح وفي الثقافة وفي الموسيقى التي تعرض في الحافلات، فاللغة تغيرت أيضا، إذ أن اللغة عند البورونديين هي الكيروندية وليست السواحلية، فلدى المسلمين فقط من يتكلم السواحلية. بوروندي تقع في وسط إفريقيا، يحدها شمالا دولة رواندا، وغربا تحدها الكونغو الديمقراطية، وشرقا تنزانيا، ومن الجنوب الغربي بحيرة تنجانيكا. وتقع بوروندي في منطقة البحيرات الكبرى كما تعرف في علم الجغرافيا. خلال تجولي في شوارع بوجومبورا لاحظت حالة طوارئ من الأمن وبعض الأسلاك الأمنية، فاكتشفت أن الدولة لم تستقر نهائيا، فأحداث قليلة قد مرت قبل زيارتي لبوروندي، والإشكال دائما أن الدولة لها نفوذ بين بلجيكا وفرنسا، فلم تسعى الدولتان أبدا لاستقرار بوروندي، بل تعملان على نهب الثروات الموجودة في بوروندي. عند دخولي أول مرة إلى بوروندي التي تقع على التلال الجبلية، لاحظت أن الجبال مملوءة بالنخيل، فتعجبت هل هي نخيل تمر أو نوع جديد من النخيل، فكأنني دخلت إلى مدينة بسكرة أو أي واحات في الدول العربية. ولكن النخيل هو ليس للتمر وإنما لزيت النخيل الذي يعتبر مصدرا أولا اقتصاديا في دولة بوروندي. تعتبر مدينة بوجومبورا أكبر مدينة في بوروندي، فيها المؤسسات الحكومية وفيها السفارات الدولية، ولكني لم أجد من السفارات العربية إلا سفارة الكويت، نظرا للعلاقات بين الكويت وبوروندي في الجانب الخيري خاصة. بزيارتي إلى الحي الآسيوي ببوجومبورا لاحظت أنه حي يتجمع فيه المسلمون، وتعلمت من ذلك أن نسبة المسلمين في بوروندي لا تتعدى 20%، فعددهم قليل وتاريخهم حديث، إذ أن الإسلام دخل إلى بوروندي في البداية من الشرق من تنزانيا عبر الوفود التي أتى بها التجار وبعض الحكام الذين كانوا يحكمون السواحل الإفريقية، وازدهر الإسلام في بوروندي خاصة في عهد سلاطين زنجبار. فتوجد في بوروندي جالية عربية كبيرة من العمانيين ومن اليمنيين، وهناك جاليات أيضا آسيوية، كلهم التقيتهم في إحدى المساجد بالحي الآسيوي. في هذا المسجد دخلت والتقيت بسوداني أتى من أجل مهمة هناك في بوروندي، فطلب مني أن أجلس إليه لنتعارف، فاكتشفت أنه ضابط عسكري متقاعد يقضي أوقاته في التجوال بين دول العالم. قال لي حكمة مميزة وأعتبرها قاعدة في الحياة، حين قال: إذا لم تستطع أن تخرج من بلدك لترى وتكتسب الخبرات وتؤثر في الناس، فاخرج إلى ولايات وطنك، وإذا لم تستطع أن تخرج من ولاية وطنك اخرج إلى الأحياء التي تحيط بك، إن لم تستطع فاخرج إلى حارتك فقط، المهم لا تبقى في بيتك فقط. هذه حكمة قالها هكذا، ثم شرحها بأن الإنسان اجتماعي بطبعه، يستطيع أن يؤثر في الناس من حوله بداية من أسرته وانتقالا ليستفيد من الأسفار أكثر. إلى اليوم أذكر قاعدة الضابط العسكري السوداني، فقد استفدت في أسفاري من الكثير والكثير، خاصة في الجانب العلمي والجانب الدعوي، فأعتبر نفسي وأعتبر كل مسافر مسلم
سفيرا للإسلام في الدول التي يزورها في العالم. انتقلت إلى مدينة بوروندية أخرى هي مدينة رومونغي في جنوب بوروندي لأشهد قصة جديدة لتاجر من أصول عربية ولد في نفس المدينة. بعد أن درس في بلغاريا وفي بعض الدول الأوروبية عاد إلى دولته ليفتح مصانعا للماء ومصانعا للشاي والقهوة، فأصبح من التجار الكبار. ولكن المميز في قصته أنه بتجارته بدأ يفتتح مدارسا ويبني مساجدا ويفتتح أيضا دورا للأيتام. دخلت إلى مدرسة من مدارسه فوجدت أنه اشترى أرضا وبنى عليه هذه المدرسة، وتحوي الآن قرابة 1000 تلميذ من أهل مدينة رومونغي، ولا زال إلى اليوم يهتم بأمور المسلمين فيها. فتعلمت أيضا أن التاجر يستطيع أن يطمح في تجارته ورفع مستوى اقتصاده وأرباحه المالية، ويستطيع أيضا أن يرفع مستوى أرباحه الاجتماعية والدينية والأخروية. قبل خروجي من بوروندي اكتشفت أيضا معلومة جميلة وغريبة، إذ أن مدرب المنتخب القومي لكرة القدم هو من أصل جزائري. والجميل في ذلك أن الدولة البوروندية أحيانا لا تعطيه الأجرة مالية، فتعطيه أراضٍ في الأرياف أو قرب جزيرة طنجانيكا، فيحول تلك الأراضي إلى مساجد ومدارس ودور للأيتام. سواء كنا نعيش في بلدنا أو في الخارج، نستطيع أن نقدم صورة إيجابية لوطننا، لهويتنا ولشخصيتنا، كما تعلمنا من المدرب الجزائري في بوروندي، وتعلمنا أيضا من الضابط العسكري السوداني في بوجمبورا أننا لا نبقى فقط في بيوتنا، بل نخرج إلى تأثير الناس وتعليمهم ما نستطيع تحويله إليهم.